عشنا جوا الفقر وبيراضين، غدانا حزن عشان هم لكن ساكتين، ولا يوم اشتكينا ولا في مرة اتحنينا ولا دمعة نزلت من عينينا، لكن ساكتين تقسى الدنيا علينا، ولا حدش داري بينا ولا فيش حاجة بايدينا، لكن حامدين ولا يوم اشتكينا ولا في مرة اتحنينا ولا دمعة نزلت من عينينا، لكن ساكتين تقسى الدنيا علينا، ولا حدش داري بينا ومفيش حاجة بايدينا، لكن حامدين. وفي يوم الفرح جه خبط عليه، قلنا نفتح وتفرح أيامنا بينا، أتار الفرح جاي بحزن يملأ قلوبنا بيه، خلاص يا دنيا كفاية. ملناش مكان ليه يا ضحكة قفلتي بابي على الباب. الحق يا ابويا الحق. ايه مكسور الرقبه؟ بس لقيت يا ابويا. يا ما جابوا الغراب لامه، ايه اللي جايبه ده؟ يا وقعتك سودة، جيك مصيبه تاخدك. انا جيت دويت على العفش مع الاول البلد يا ابويا. يا ليله سودة، وريني يا ابني، تعال يا حبيبي، تعال تعال، لا حول ولا قوه الا بالله، ده حته لحمه حمراء. يا ترى ده ولد ولا بنت؟ اكشف عليها الاول. ده ولد. يا ترى من بلدنا ولا من العزب اللي حوالينا؟ الكلاب كانت اما تحرس يا ابويا. الكلاب كانت تحن عليها من البني ادم يا ابني. نهار ابوك اسود يا حزين، لقيته فين؟ قول لي، تعال وريني جبته منين. ها رحت للعمدة يا جودة؟ رحت لقيته نايم من بدري، الصباح رباح، ده ليلتي دي. يا ترى ود مين ده يا جودة؟ الله اعلم يا اختي. قوم اعملي شويه يسون ولا اي حاجه اشربها. حاضر حاضر. دي مصيبة يا جودة اللي في يدك دي مصيبة كبيرة. ده لسه حتة لحمة حمراء يا حزين. ابنك جاب لنا مصيبة يا جودة، دي بلوة كبيرة وحلت على البلد يا جودة. الواد سعد ابني لقي الكلاب بتحرسه في العتمة، كانت أحن عليها من أمه. هتعمل إيه يا حضرة العمدة؟ أعمل إيه في إيه متعوس؟ ابنك لقي الدهية دي فين؟ قول لي على اللي حصل. اللي حصل يا عمدة، بعت الواد سعد ابني يجيب لي علبة دخان من علاول البلد، وهو رايح مايل يشرب ماء من الطرمبة اللي جنب الخص العلاول البلد، فسمع صوته بيعيط والكلاب حواليه. ده واد حرام يا جودة، ده مصيبة وحلت على البلد. يا ترى مين الفاجر اللي عملت كده؟ ما يمكن مش من بلدنا يا عمدة، وامه جابته هنا ومشيت.
احنا لسه هنقول يمكن يا جودة. هتعمل ايه دلوقتي يا عمده؟ هتبلغ المركز؟ مركز ايه يا حزين؟ انت عايز البلاد اللي حوالينا تشمت فينا ويقولوا كفر الجمال حارمهم فواجر وجابت لهم العار وعمدتهم مش قادر يحكمهم. انا قلت اجيلك على طول شوف حل المصيبه دي. زي ما عملت يا جودة، حد غيرك عارف المصيبه دي؟ لا يا عمده. والمحروس ولدك فين دلوقتي؟ في البيت يا عمده. يا اخي ما يكونش حكى لحد غيرك يا جودة. ما تخافش يا عمده، الواد كتوم قوي. تخيل انه بيقول لي لمح الست اللي رمت الواد. يا نهارك طين وساكت، ما تقول لي مين هي؟ الواد سعد ابني، اتحايلت له كتير ما رضيش يقول لي. ما رضيش يقول لك كيف عاد؟ ده حل المشكله كلها في يده. ما رضيش يقول لي، قال لي هقول للعمده عشان يدينا الحلاوه. مش بقول لك الواد كتوم، هتعمل ايه في الواد اللي بيعيط ده من البرد والجوع؟ يا بدوي. ايوه يا جناب العمده. روح يا بدوي هات له مرضع جواب تهتم وترعى الواد ده. واسمع زين، اياك حد ياخد خبر بالموضوع ده. حاضر يا عمده فريره. وانت راجع عدى على بيت عمك جودة، هات الواد سعد ابنه احسن يحكي لحد والخبر يتفشى في البلد. حاضر يا حضره العمده حاضر. سعد ابنك زي ما خربها يحلها ويقول لنا مين الخاطئ الفاجر اللي عملت كده وكانت عايزه تجيب العار للبلد كلها. طب والمسكين ده هيعمل فيه ايه يا عمده؟ وريني كده يا جودة. لا حول ولا قوة الا بالله. مصيبه يا كبيره. الواد سعد ابن جوده شاف وش عضلات وهي بترمي الواد. يعني خبرك اللي زي وشك. سعد مين يا غشيم انت؟ سعد ده واد صغير يبقى ابن جودي. عيل صغير مين يا حزين؟ لا يخرب بيتك يا عدلات. والعمل يا كبيره. وانت مين قال لك يعرج على الموال ده؟ الغفير بدوي هو اللي جه وقال لي، ما هو لحم كتافه من خيرك يا كبيره. وبدوي عرف منين؟ ما هو العمده بعته يجيب سعد ابن جوده من البيت. وبعدين؟ ما هو اول ما عرف ان الحكايه تخصنا جه قال لي طوال يا كبيره. في الخير والله بدوي الغفير ده. والواد فين دلوقتي يا متعوس؟ مربوط برا رهني اشارتك يا كبيره. وبدوي الغفير فينه؟ انا رضيته وراح يقول للعمده ملقيش الواد سعد في البيت. انت متوكد ان ما حدش وعيلك وانت جايبه على هنا؟ ما تخافيش يا كبيره. سرنا كان حيتكشف يا متعوس. هادي اللي بناخده من خلفة البنات العار. روحي عدلات يا بنت بطني، جاتك داهية تلمك. الوقت بيمر يا كبيره، نعمل ايه في الواد؟ تعالى وروني مكسور الرقبة ده. بس عليك يا عدلات، ذنبيه المسكين ده يدفن وملوش ذنب ويدفع تمن غلطتك. يدفنه صاحي عايز عينيه اللي شاف بيها عدلات يملاها التراب قبل الدود. امرك يا كبيره. رماح ليه يا فرح جوا قلبك ملناش مكان؟ ليه يا ضحكة قفلتي بابك على القلب؟ ليه يا دنيا ما عادش فيكي أمان؟ ليه يا دنيا ما عادش فيكي أمان؟ لقيت سعد يا جودة؟ قلبت عليها البلد شبر شبر وما لقيتهوش. يا قلب عمتك يا سعد، يا ترى فين انت يا سعد؟ اسكت شويه عاد، خلينا نشوف هنعمل ايه. انت لسه حتشوف. يا خراب على قلبك الحجر. انا بدي ايه اعمل يعني وما عملتهوش. روح لعمدة تاني خليه يتصرف. العمده ما قصرش، خلى الغفر كنس البلد شبر شبر والزراعيه وما لقيهوش. يا ترى فينك يا سعد يا ولدي؟ يا قلب عمتك من عشية يا ولدي، فينك يا حبيبي؟ هنلاقيه ما تخافيش اطمن عاد.
امك ماتت يا سعد وابوك قلبه صوان، ما فرقش معاك ابنك يا جودة؟ يوه انا مهملك وماشي عاد. رديت الرجالة يا عراج؟ من بدري يا كبيرة، تعشوا مشوا كمان. بس أنا خايف من العمدة. إذا كان هو العمدة فاني الكبيرة. والله عال يتسرق من زريبة العمدة 3 مواشي في ليلة واحدة، هي حصلت وانت عامل فيها شيخ غافر يا بدوي، وانت تاريخ ما حصلتش غفير. يا حضرة العمدة ده كانت ليلة شوم، وحكاية الواد اللي لقيوه قلبت دماغنا، وحكاية سعد اللي مش لاقيينه خلانا كلنا ملهيين في اللي حصل. والغفر كانوا فين يا زفت؟ كل واحد كان مشغول في حاجة بأمرك انت يا عمدة. كانوا مشغولين فين يا شيخ الغفر؟ اللي راح يدور على سعد واللي راح يدور عند العشة عشان نلاقي أي علامة ونعرف مين هو اللي عمل كده. الست دي ما حدش يعرفها غير الواد اللي اسمه سعد ده، اكيد هو اللي وعالها. وهو فين سعد دلوقتي يا عمدة؟ ده أبوها يتجنن عليها، وجنابك زعلان على البهايم اللي اتسرقت. سرقونا يا شوية تنابلة وانتوا نايمين. أنا من رأيي يا عمدة نبلغ المركز. هس اخرس، جاتك كسرة حنكك دي. قال ابلغ المركز، قال عشان يقولوا العمدة اتسرق وما قدرش يحمي بهايمه. امال انا عمدة على ايه؟ انا اما عمدة مش قادر احمي بهايمي، هبقى احمي بلد ازاي انا وسط العمد؟ انت عايزهم يخلعوني من العمودية؟ انت عايز المأمور يعملنا مضحكة بين عمد الناحية كلها؟ اسمع يا شيخ الغفر، انت تحط لسانك جوا خشمك وتكفى الخبر مجور لحد ما نشوف حكاية الواد ابن الحرام دي، وبعدين انا هتصرف بمعرفتي. حاضر اللي تشوفه حضرة العمدة. حاضر. يا رب يا رب اللي عمل البلوى دي ما يكونش من بلدنا، احنا بلدنا مش ناقصه بلاوي. ويا عمدة لو طلع من بلدنا ايه اللي هيحصل يعني؟ واه ايه اللي يحصل؟ ده يبقى خراب وعار على البلد كلها. الله يرحم ناس البلد الطيبين اللي راحوا، واخرهم الست ام العمدة الله يرحمها. الله يرحمك يا ست الحبايب. ما كنش يا عمدة جودة هو اللي خطف العيل دوه؟ لا يا بهيم، لو خطفه ما كانش جابهولي. طيب ما تودي الواد الملجأ او تبلغ المركز يا عمدة وتشتري راسك. ما اقدرش يا بدوي، ابقى فتحت النار على البلد بيدي. طيب ما تقتله يا عمدة وكأن ما حدش لقيه، هو احنا احن عليه من اهله؟ واه هو انت شارب حاجه على الصبح يا غفير؟ عايزني اضيع نفسي واغضب ربنا؟ وبعدين ده في الاول والاخر بني ادم، حرام قتله. لا يا عمدة ده مش بني ادم، ده والده حرام، ده اهله رموا طوبته. يبقى خلاص ما تحاسبش علينا بني ادم، يمكن مش من بلدنا يا عمدة، يعني دمه حلال ومحدش هيعرف. العدل والحق ده دين علينا كلنا، وانا ما اعملش كده واصل يا بهيم. سعد عطر على الواد ده في الليل وسط الكلاب والديابه، لكن دوري انا هدور على اهل الواد واشوفهم مين. ما يغور وكأن محدش عتر عليه. هو عطر على قرش ساغ ولا جنيه؟ ده بني ادم يا لوح. ما انا كمان بني ادم يا عمده، هو انا ديب هاكله؟ خلاص يا عمده ادوه لنا يا ربي. ما ينفعش يا بدوي. هو الكحكه في ايد اليتيم عجبه يا عمده؟ كحكه ده واكسه يا غفير، جاتك واكسه على الكحكه اللي لقيتوها. ده مصيبه وجت للبلد كلها، دي البلد عطرت على مصيبه يا لوح، مصيبه للبلد كلها، ربنا يستر. يعني الواد ده والده حرام يا عمده؟ ربنا اعلم ان كان والده حرام ولا والده حلال، يا قلب امه ملوش ذنب. هي لو امه كان عندها قلب كانت همل وتفطلها، ده مره فاجره وقلبها صوان وضحك عليها الشيطان، دهن عليها ضناها ورمته للبرد والليل والجوع. بس ديابت وكلاب الليل كانوا حن عليه منها، ده عيل صغير قلب ابيض زي البفطه البيضه، ما شافش اسود من الليله اللي شافها حدانا. اسمع يا ولد، تبعتوا تجيبوا له مرضعه تاني، واحده تهتم بيه في الليل وواحده تهتم بيه في النهار، تغيره وترضعه وتدفيه من الساقعه اللي شافها يا ولداه، وتسموا الواد ده عربي. عربي؟ مش معنى عربي يا عمده؟ لانه حقه ضايع بدون ذنب. واسمع الكلام لحد ما نعرف مين اهله الواد ده. لكن يا عمده اسمع اللي بقول لك عليه وتنفذه لحد ما نجيب حق عربي المسكين ده. يلا غور. يا حاضر حاضر جنابك عمده. طمني يا جودة، ما لقيتوش الواد؟ لا لسه، ربنا كبير. قلبي عندك، ربنا يطمنك عليه، مسكين يا نظري. شكرا على سؤالك يا ام عدلات، كتر الف خيرك. على ايه؟ احنا جيران والجيران لبعضيها. كتر الف خيرك يا ام عدلات، انت ما قصرتيش، اللي عملتيه انت ما عملوش الاخ. ربنا يدوم محبتك. ربنا كبير، ان شاء الله هتلاقوه. تعيش يعرج. انا دورت والله، رحت كل مكان بيروحوا فيه العيال ويلعبوا ما لقيتوش. ربنا كبير، متشكرين على سؤالكم.
مالك يا بنت؟ واقفة هنا ليه؟ مفيش يامي مفيش. في ايه يا مكسوفة الرقبة؟ انتقي. اصل مالك؟ انتقي يا بنت. هو يامي انتوا ليه دفنتوا الواد سعد في التراب حي؟ انت بتقولي ايه يا واكلة ناسك؟ جبت الكلام ده منين؟ ما حصلش. انا شفتكم وانتي بتخلي الرجاله يدفنوا صاحي. اسمع يا مكسوفة الرقبة، انت لو فتحتي خشمك بكلمة قدام حد أنا حادفنك جاره. حاضر يما. انت عايزاهم يشنقوا امك وتقعدي من غير ام؟ لا يما لا. خلاص يبقى تخرسي خالص وما تقوليش الكلام ده لحد ولا حتى لنفسك. غري في داهية، جاتك نصيبة خدتك. حاضر. يا جودة لقيت سعد ولدك؟ ما لقيتهوش يا عمده، قلبت عليها الدنيا كلها. انا خايف لحسن يكون الواد جرى له حاجه. ما تخافش يا جودة، سعد ولدك عيل ناصح وما يتخافش عليه. ما خافش ازاي يا عمده؟ الواد شكله راح. ايه ده كده امال؟ وكفاياك ولوله. انا كنت عايز اعرف بس من هي الست اللي شافها دي عشان ما حدش يعرف قبلي. انا مش قاعد في البلد هنا طرطور. الواد راح يا عمده. قول لي يا جودة، هو انت في حد بينك ما بينه في البلد عداوه؟ ابدا يا عمده، ده انا كان بخير شري. قوم روح يا راجل والصباح رباح. اروح ازاي واسيب الواد بره في الطل والهوا شغال بره جرب يجلي على الواحد من مطرحه، حتى المطر ما عنهوش يسكت. يا ترى انت فين يا سعد يا ولدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المرة اللي رمته دي قلبها حجر صوان، ما تعرفش الرحمة. زنبيل على الصغير في اللي جراله ده. محدش عرف مين المرة الفجرة اللي عملت العملة السودة دي ورمت الواد الرمية المجندلة دي. هو أكيد سعد، هو اللي تخيل بالمرة الفجرة دي. سعد مين؟ سعد ده عيل صغير، وبعدين الليلة دي كانت ليلة سودة وما طلعلوش قمر، والمطره ما كانتش مخليه حد شايف حاجه. حتى العمده بعت الغفر قلبوا الزراعيه والبلد كلها عشان يلاقوا حاجه ولا علامه. يا خبر النهارده بفلوس بكره ببلاش، واحنا بلدنا دي الفضايح مش بتستخبى فيها واصل. بس انت تتخيل يا ترى الواد ده من مين؟ الحكايه مش محتاجه لف ولا دوران، هي اكيد واحده من بلدنا اللي عملت العمله السودة دي، ولو دورنا كويس هنعرف هي تبقى مين. اصل هي مشبره في كوم قش، واللي والدين في البلد معروفين، ودي واحده لسه والده، يعني كده هيبان عليها ده اكيد من بلدنا. لا بلاش نظلم الناس، ويمكن تكون مش من بلدنا يا عم. ايه اللي يخلي واحده غريبه من بلد تاني تشيل عيل في نصاص الليالي وتدلى به بلدنا؟ طب ليه ما يكونش ام الواد ده لا فاجره ولا خاطيه، لكن الفقر والعوزه خليتهم رموه. انت بتقول ايه يا عم انت؟ ايوه صدقني، ما يمكن مش قادر على مصاريف عيالها عشان كده سابته. ده ضنا مش كرومبا هي، وبعدين ما فيش الكلام ده يا عم. هي من بلدنا واكيد مشت من البلد بعد العمله السوداء اللي عملتها دي، لان اهلها لو عرفوا هيداروا على الفضيحه دي وهيتووها. يا ريت يا اخي تبقى من بلدنا ونعرف مين ام العيل ده، بدل ما البلد كلها مقلوبه وهمها كله تعرف مين اللي عمل العمله دي. ده حتى العيال الصغيره هتدور على الحرمه اللي عملت العمله المجندله دي. اقطع دراعه ده ان ما كان الواد ده ابن واحد من كبارات البلد، اكيد غلط مع الخدامه بتاعته. يا اخي ان بعد الظن اسم، يا اخي ما تظلمش حد، الله وحده اعلم بحكايه العيل ده. والله زمان يا بلد، بقالنا زمن ما سمعناش عدوده من الحواديت دي. بس عيل زي ده ما ينفعش يا عيني يعيش وسط التراب والزعابيب ده والبرد اللي بينخر في عظمه يجدعها راجل، المفروض ده يودوه الملجأ. العمده ما رضيش يفتح على نفسه فتحه، ده كلام يعقل. حد يرمي حته عيل لحمه حمراء في الطل والبرد ده يا قلب امه. قلب امه؟ هي دي عندها قلب؟ هات شوية تراب قائم يا. حاضر جاي ها.
اوف، الريحة الوحشة دي. ايه الاخبار في البلد يا عرج؟ الموضوع فات خلاص يا كبيرة، عدى عليه 15 يوم والناس قربت تنسى. الناس عمرها ما كانت تنسى لو حكايتنا اتعرفت يا عرج. اتسطرت يا كبيرة. ده حكاية سودة، واللي ثبت ان واحدة من البلد هي اللي عملت كده هتطير فيها رقاب والدم هيبقى للركب. ده عار ما يغسلوش الا الدم يا ابوي. يا ترى عار مين ده؟ يا دي الدم اللي انتوا عايشين فيها بلد كل حاجة لازم تنتهي بالدم. يا خالد الدنيا اتغيرت حوالينا، اصحى عادي يا بلد. ايوه بس دي مصيبة سودة ولازم تتحل. ربنا يستر على ولايانا. قوم بس قوم، قوتنا فرجنا كل واحد وقع من الجوع. حاضر. يا عمدة معرفش اخبار الواد اللي الجناعة الزراعية ده؟ لا لسه، ده حكايه مربربه زي بعضها. وبعدين يا عمدة؟ انا هبعت الغفر يتجسوا في النجوع والعذاب اللي حوالينا، يمكن نلاقي حل للمصيبه دي. يا رب عشان بلدنا ما يبقاش على عار في الحكاية دي. من عارف، يمكن نلاقي اهل للواد ده ما يكونش ابن حرام. يا ترى ابن مين الواد ده؟ وحكايته ايه؟ يا رب امه ما تكونش واحده من الغجر ولا الخدم اللي بيخدموا في البيوت. كل شيء جايز يا جناب العمدة، بس انا خايف نظلم حد. انا هخلي الغفر تسال على كل الحريم اللي كانت حبلة في الوقت ده، مين اللي ولدت جرية ومين اللي طفشت وهربت بعد عملتها السودة دي علشان تنفد بعمرها. وبعد ما نعرف يا عمدة هيفرق في ايه؟ لا تفرق كتير يا شيخ البلد. عارف هنبرع حريم بلدنا كلها من التهمة المهببة دي. يا رب ما تكونش من بلدنا، دي واحدة قادرة وقلبها ميت عاد. بس انا خايف تطلع من بلدنا يا شيخ عرفة. حاول تتأكد بنفسك يا عمدة، مش حاجة سهلة عشان ما نرميش الناس بالباطل ويضيع فيها رقاب. اسمع يا عرج، انا شفتك وسمعتك وانت بتقول له رماح ادفن الواد سعد صاحي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تجيب لي مصيبة وخلاص. هد روحك شوية وما تتحمكش، لا تقول لك عرج. انا مش بس شفتك وسمعتك، انا معايا دليل على كلامي وعارف الواد مدفون فين. معاك دليل؟ ايوه اهدى كده بس يوني، انت عايز ايه دلوقتي؟ عاوز 50,000 جنيه. قول لي الكبيرة بتاعتك مع 7 أيام وتجيب لي الفلوس لحد هنا، ولا إلا الكبيرة بتاعتك دي أنا اللي أعمل معها الكبيرة وهتبقى صغيرة جو بالنسبة لي بالإذن وكل ناسك. ايه 50,000 جنيه حتة واحدة؟ شكل الحكاية ده ما عايزاش تخلص. والعمل يا كبيرة؟ هي فيها عمل؟ يدفن جاره. أوامرك يا كبيرة. الوقت بيعدي وما عارفينش الواد اللي لقيوه ده مين ولا ابن مين. لسه ما حدش شايف حاجه، لا العمده ولا اهل البلد. بس أنا عارف أم الواد. عارف وساكت قول. لا ما أقولش. ما تقول يا بسيوني، تبقى مين هي؟ حرقت دم يا جدع انت. لا لما أتأكد الأول. ولما انت مش متاكد بتظن ليه يا اخي والشك مليك؟ قلت لك عارفها وعارف الحكايه من اولها لاخرها، بس يوم ولا يومين هتاكد واقول لك. يوم ولا يومين؟ ايوه يوم ولا يومين اكون اتاكدت وهتكون اول واحد تعرف يا عم قبل العمده. ها ارتاح؟ انت عمال تلف وتدور وشكلك عارف حاجه وساكت. طب مش هقول لك الا بعد اسبوع. خلينا مع الكذاب لحد باب الدار، قدامك يومين. يومين من اسبوع مش هتفرق كتير. نفسي اركبك الكريجة جعان حظك عينك ما تمشي. ده انت ما عملتش بحاجه النهارده، كنت عايز اركبك الكريجة جعان. امشي. ايه يا ابوي اللي اخرك كل ده يا ابوي؟ اعمل ايه؟ المكنه كانت خربانه عبال ما اصلحها فيها. الحمد لله على السلامه يا ابوي. عنك يا عم. ايه اللي بتمشي الكلاب ده؟ يكونش لاقيه. ما اعرفش يا ابوي، استنى لما امشيهم نشوف ايه ده. جرهو جرهن. ايوه تكون لاقيه. يا حرامي قتيل يا عمده يا اهل البلد قتيل. يا نهار اسود قتيل قتيل يا عمده قتيل يا بلد. الواد جتته طلعت يا كبيره.
كيف؟ واحد من البلد عثر فيه لما الكلاب نبشته. ما انت حمار، قلت لك كبر الحفرة. والعمل ايه يا كبيرة؟ استنى، ما تدفنوش المحروس دلوقتي لما نشوف ايه اللي هيحصل. بس ده مدينا مهلة، ممكن يتكلم. خلاص يبقى دبور وزن على خراب عشه. وكيل النيابة كتر الف خيره، عمل اللازم وزيادة. ايه اللي بيحصل في البلد ده يا شيخ البلد؟ كل يوم لنا حكاية في البلد دي. ربنا يرحمنا برحمته ويرحم أهل البلد الطيبين اللي راحوا. أنا كل يوم في دوامة في البلد دي، وكل يوم مشاكل كتير. ما هو كل العمد في كل البلاد اللي حوالينا مرتاح. مش هترتاح أنت يا عمدة لما تعرف جثة مين اللي وقع عشية ده. لسه تقرير الطب الشرعي ما طلعش، كلها يوم ولا اتنين ونعرف جثة مين. أنا شاكك يا عمدة جثة الواد الصغير ده تكون بتاعت سعد بن جودة. وأنا نفس إحساسك ده يا شيخ البلد، بس بقول يا رب استر وما تكونش هي. دي لو طلعت هي هتبقى مصيبة حلت على الدوار وعلى البلد كلها، وهتبقى مصيبة أكبر على جودة. ده حالته النفسية وحشة قوي على غياب ابنه، واللي مصبر إنه عايش بس مش لاقيه. فما بالك أنت، أنا عارف إنه هو مات، ودي مش أي موت يا عرفة، ده الطبيب الشرعي بيقول إنه اتدفن حي. يا خراب على قلوب الناس اللي ربنا صبر عليها دي. لو الواد ده طلع سعد يبقى اللي دفن سعد حي. واحد ما كانش عايزه يتكلم يا عرفة. يا حبيبي، ليه يا رب سمعت بكده؟ وحشتني يا ولدي، وحشتني كتير يا ولدي. ما بقاش فيها الا الهدوم ريحتك يا ابني. يا رب صبرني، الصبر من عندك يا رب. صبرني يا رب، صبرني صبرني من عندك يا رب. يا سعد طلعوه من هنا. خسارتك يا سعد، ألف خسارة. ربنا يصبر ابوه. عيل صغير يا أخي ملوش ذنب، عمل ايه ده كله؟ اي والله ملوش ذنب واصع. بيقولوا الطبيب الشرعي بيقول إن الدفن حي. ربنا واحد ده، هو عارف ايه اللي حصل له. ويا ترى محدش عارف مين اللي عمل له كده؟ نعود نعرف، باقي كام يوم ونعرف مين اللي عمل كده. ربنا يرحمه ويصبر ابوه، حالته صعبة. ايه اللي انا سامعه ده يا جودة؟ انت مش هتسمع بس يا عمده، انت هتشوف بعينيك. ايه اللي هشوفه؟ حق ولدي اللي اتدفن حي، وانا نفسي اعرفه وادفنه مكانه. سيب القانون يجيب لك حق ابنك. قانون؟ قانون ايه اللي بتقول عليه دواتي؟ القانون دواتي بتاع الناس الضعيفه، لكن انا مش هسيب حق ولدي. ما تضيعش نفسك يا جودة ولا تودي نفسك في داهية. ما انا كده ضايع من ساعة ابني ما اتدفن، انا اتدفنت معاه. وعلى فكرة انا مش هيهدالي بال غير لما يجيب حق ولدي. حق ولدك هيرجع يا جودة، دي شغلتنا احنا. شغلتكم؟ لو تعرفوا شغلكم بصحيح كنت عرفت مين اللي دفن ولد حي. يمكن ولدك ما اتدفنش حي. لا اتدفن حي. هتخبي لحد ميت يا عمده، بس انا اللي هجيب بطار ولدي بيدي. توكلنا على الله، توكلنا عليك يا رب. رزقنا وتحنن علينا، رزقنا برزق عيالنا. ايه ده؟ ايه ده؟ قتيل يا بلد، قتيل يا عمده، قتيل 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 يا ولاد، قتيل. ده مش وضع بلد ده يا عمده، معدل الجريمه زاد خالص عندك. دي تاني حادثه تحصل في اقل من شهر. طب وانا بيدي ايه يا معالي الباشا؟ معرفش بيدك ايه، شد على الغفر التنابله بتوعك دول شويه، خليهم يصحصحوا شويه. حاضر حاضر يا معالي الباشا. قول لي يا عمده، هو الواد اللي ليو ده من عيله مين؟ بسيوني ده من عيله السوالم يا باشا. يا عمده انا عايز كل قرايب الولد ده واصحابه وكمان الصياد اللي ليه يجون المكتب تاني. حاضر، النهارده يكون عندي سعادتك. يا عمده الولد ده اتقتل قبل ما يترمي في الميه.
الحادثه دي حادثه مش عاديه. عموما احنا هنستنى تقرير الطبيب الشرعي ونشوف هيقول ايه. ربنا يسترها يا باشا. مالك يا عوض؟ كل يوم تيجي تقعد هنا على البحر؟ بسيوني كان صاحبي يا عم جودة واكتر من اخويا، مستحيل انساه. الله يرحمه يا ابني، الفراق صعب، انا حاسس بيك. امال اعمل ايه هاني على ابني؟ ربنا يرحم الاتنين. اللي قول لي يا عوض، هو بسيوني كان عامل مشاكل مع حد؟ لا يا عم جودة، بسيوني غلبان وما كانش له في المشاكل. امال تفتكر مين اللي عمل فيه كده؟ ما اعرفش يا عم جودة، ما اعرفش، يا ريتني كنت اعرف. طب ما قالكش على اي حاجه قبل ما يموت؟ ما قاليش غير انه يعرف الست اللي رمت ابنها في الخلق. وقال لك هي مين؟ ما قاليش يا عم جودة، كان موعدني انه يقول لي بعد 7 ايام، فاتوا 6 ايام وهو مات. ما قاليش. واه يا حول الله، يعني كان فاضل يوم واحد. ايوه يا عم جودة. طب ليه ما قالكش طوالي؟ برضه ما اعرفش، الله يرحمه ما اعرفش كان يقصد ايه. ربنا يخليك يا بنتي، محدش كان بيحب سعد جدك. سعد كان اخويا يا عم جودة، الله يرحمه ويخليك يا بنتي ويفرحك. في ايه؟ قلت الجودة يا مكسوفة الرقبة. ما قلتلوش حاجة والله. انا وعيلك يا بت وانت واقفة معاه. صدقني ما قلت له حاجة، ده هو كان بيسأل عني، اكمني كنت صاحبة سعد ابنه. اسمع يا مكسوفة الرقبة انت، انا خدمتكم كتير انت وامك، بس مش هيجي على اخر الزمن واتعلق في حبل المشنقة عشانكم. مالك فيها يا اعرج؟ اسمع يا ام عدلات انت، انا لو وقعت مش هقع لوحدي. انت بتهددني يا اعرج؟ بنتك كانت واقفة مع جودة دلوقتي، ولو اتوكدت انها جابت له حاجة هدفنها حية. تدفن بنتي حية يا اعرج؟ تدفن بنتي الكبيرة؟ انت اتجنيت؟ وادفنك انت كمان لو حكم الامر. يا روح ما بعدك روح. اللي خلاني رميت عربي ود بيتي وخليت الناس كلها تقول عليه ابن حرام عشان خاطر امه اللي اتجوزت من ورايا ومش برضايا، وانا ما كنتش عايزاها الجوازه دي. مش هتقول عليا انت عارف. الاعرج اللي له مقتول ده يا عمده ايه حكايته؟ علمك يا معالي الباشا، بس اللي نعرفه ان البلد ارتاحت منه ومن شره. انا عارف ان هو مسجل يا عمده وليه سوابق، بس موته ده احنا لازم نعرف ايه السبب. ما هي مش غابه يا عمده. أغيك يا عمدة، أغيك يا عمدة. الواد كبر يا عمده، بلغ المركز والمركز يوديه الملجأ بمعرفته. لا يا شيخ البلد، مش عايز الحكومه تتدخل وسطينا، ولا سيرتنا تبقى على كل لسان في كل البلاد اللي حوالينا. انا كان غرضي هبعد عننا المصيبه دي يا عمده. لا يا شيخ البلد، ده لو كان العار عارنا كنا غسلناه بايدينا. اسمع كلامي يا عمده، بلاش نتهم الناس بالباطل، كل يوم الناس بتتهم واحده من البلد يا عمده. يا ده حكاوي الناس وحكاوي البلد اللي ما بتخلصش دي. ربنا يرحمنا يا عمده من ظلمات الناس دي. انت خابر البلد وحكاويها اللي ما بتخلصش. الدنيا والخلق كل يوم بحكاوي جديده، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسامحه ابن جوده في المصيبه اللي جابها لنا دي. خلاص يا عمده، الوقت فات، مش هنقدر نعرف اهله. الواد ده اللي رب اسمه الكريم، وديه المركز احسن. ما انا قلت لك المركز لا. ازاي انا ما وديتوش المركز وهو لحمه حمراء؟ اوديه دلوقتي بعد ما كبر؟ خلاص يا عمده، وبديه الجوده يربيه. اللي خلفه ما يستاهلش يربيه، اللي عتر فيه يبقى هو ابوه. لا ما ينفعش كلامك ده يا شيخ البلد. الواد لسه صغير محتاج اللي يراعيه، اديه الجوده اولى به هو اللي يربيه. جوده ما يرضاش، الواد ده كان السبب في موت سعد ابنه. لا يا عمده انت غلطان، انا اعرف جوده اكتر منك. الواد ده هيصبر جوده في غياب سعد ابنه. انت شايف كده يا شيخ البلد؟ ايوه طبعا يا عمده، ده كان المفروض اتعمل من زمان، من يوم اللي حصل. كل يا عرب يا ابني. حاضر حاضر يا بوي. مالك بس يا جوده؟ سلامتك يا عمده. شايفك سرحت شويه وانت متوكل الواد عربي. لا ابدا، بس افتكرت الواد سعد الله يرحمه. الله يرحمه. بقول لك ايه يا عمده، الواد عربي كبر، لازم يخش المدرسه. مدرسة ايه اللي يدخلها دي يا جوده؟ ما انا عارف البير وغطاه. وبعدين كفايه عليك لحد كده انت يا جوده.
انت ربيته وكبرته، انت مش حمل مصاريف مدارس. يا ربنا يقدرني عليه هعمله، وهو زي ابنه الله يرحمه. وهتجيب منين الهم ده كله؟ ما انا عارف حالتك يا جوده. ربك هو الرزاق، الحمد لله على كل حال. انا عايزك تسيبك من الواد لحد كده، انت عملت الواجب اللي عليك وزياده. هقول لك يا جوده هات يشتغل في الدوار عندي، واهو ياكل ويشرب من الدوار ويعيش بلقمته. والله يبقى كتر خيرك يا عمده. اسمع يا جوده، انت بعته الدوار النهارده؟ طب خلينا لبكره يا عمده، حتى قول الواد، اصل الواد حساس شويه. انا قلت النهارده، ومنين ما يوحشك يبقى تعالى طل عليه وشوفه. طب خلينا نلم الهدوم وحاجته يا عمده. حاجته؟ هو ليه حاجه؟ ايه ده ليه كل حاجه يا عمده. اسمع يا عربي يا ولدي، انت كبرت ما شاء الله، بقيت راجل ملو هدومك. العمده عايزك تشتغل عنده في الدوار ويهديك يوميه حلوه. يا ابو المدرسه يا ابوي مش هخش السنه دي. المدرسه مش كل العيال بتخشها يا ولدي. انا بعرف اقرا واكتب كويس يا ابوي، خساره اتحرم من التعليم. كل واحد وظروفه يا ولدي. طب العمده الدنيا يوميه كام؟ الله اعلم يا ولدي. طب انا هقعد مع العمده في الدوار. هتعيش في الزريبه بتاعته يا عربي يا ولدي. طب ينفع اجي اشوفك كل يوم يا ابوي؟ البيت بيتك يا ولدي، ويفضل بيتك يا ضنايا. تعالى في الليل قبل النهار محدش هيمنعك. طب ممكن تلم لي حاجتي يا ابوي ولا ماليش حاجه؟ انت ليك كل حاجه يا ولدي. انت مالك ومال اللي بيحصل، انت ذنبك ايه بس؟ ما تزعلش يا ابوي، ما تزعلش. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب انت عالم بحالي. انت عبت يا ابني ولا انجعت؟ تعالى يا ابني الليل قبل النهار. انت ابويا اللي ماليش غيرك. يا ضنايا يا ابني. اسمع يا بدري، من النهارده الواد عربي مسؤوليتك. شوف له حته ينام فيها وشغله مع العمال. انا هشغله في الارض يا عمده، ده عيل صغير. لا يا بدري، ما تشغلوش في الارض، شغله في الزريبه الجبليه ينظفها وينام فيها. حاضر حاضر يا عمده. طب نربط له يوميه قد ايه؟ يوميه ايه دي؟ ده كفايه عليه اكل وشربه. حاضر حاضر يا عمده. وما تنساش تخلي بالك منه وتراعيه، ده عيل صغير ويتيم. امر جنابك يا عمده. وقت ليه مكسور الرقبه؟ عم بدري عايز اشرب كوبايه شاي زي اللي فاتت دي. غور شوف شغلك انت الاول يا معدوم الاب، وبعد كده بتعطفها. طب اديني شفطه واحده بس. انت مفكر نفسك بني ادم ياض، انت ابن حرام مصفي. اوعى تفكر نفسك زيك زينا. ليه؟ هو انا عملت ايه؟ الناس كلها حاجه وانت حاجه تاني. انت محدش يعرف مين امك ومين ابوك، انت ابن حرام. يلا غور، يلا واد غور، جاتك مصيبه تاخدك وتريحنا من شكلك. كان يوم اسود يوم ما شفناك، يلعن ابو اليوم اللي شفنا فيه وشك. يا ريت كانت الكلاب كلتك وارتحنا من شكلك. ليه يا عم بدري؟ هو انا عملت ايه؟ انت كل يا عم بدري. عمك جاك عم الدبب، انا ما استنضفش واحد زيك يقول لي يا عمي. يلا غور شوف شغلك. ايه يا بدري ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الجمح غرق، الجمح قلت لك تبقى ميته خفيفه. حاضر يا عمده حاضر، ما الجمح دلو كتير ما شربش. ازيك يا عمده؟ اهلا يا جوده. يعني الواد عربي ما بيبينش؟ عربي في الزريبه دلوك، وبعد ما بيخلص شغله في الزريبه بيطلع على الشيخ عرفه بيشتغل معاه في الغله، وبعد ما بيخلص شغل مع الشيخ عرفه بيطلع على صبحي بيشتغل معاه في وابور الطحين، وبعد كده بيروح ينظف مطرح الغفر. وهو ده الواد مطحون. وهيعمل ايه يعني؟ بيشتغل هنا وهنا عشان يقدر يعيش. ربنا يتولاه. طب لما تشوفه ولا ابوك جوده سأل عليك وعايز يشوفك. وهو انا اللي هقول يا جوده اطلع شوفه في الزريبه. ايه يا ولدي؟ اتصلت عليك العمده 3 مرات، فينك يا ولدي مش باين؟ معلش يا ابوي، ما انت عارف الشغل واخد كل يومي. وعمل ايه في شغلك يا ولدي؟ شكلك مش مرتاح في شغلك ودايما تعبان يا ابني. قرفان يا ابوي والله، ليل ونهار مطحون. واه كفل الشر، مالك يا ولدي؟ الريس بدر الله يسامحه كل يوم نازل فيا ذل وهانه يا ابوي. تاني بدري؟ انا هقول للعمده يشوف له حل معاه. واه يا ابوي هتشتكى الواد لابوي. لازم بدر ده يعرف تمامه. هتتعامل شغال عند العمده ولا عشان مسك شغل هيتيح في خلق الله؟ عاديك هتقول يا ابوي شغال مع العمده وبيراعي مصالحه، يعني عمره ما هيجي عليه عشاني ولا عشان غيري. لازم يكون في حل يا ولدي.
والعمدة لازم يعرف على الأقل. العمدة طول عمره بيكرهني يا ابوي من يوم ما جيت على وش الدنيا. فعلا يا ولدي، كانت شورته زمان انك ما تدخلش مدارس ولا تتعلم. فعلا يا ابوي، خلاني خدام عنديه بلقمتي، سرق عمري وصحتي لاجل خدمته. عشت عمرك كله تخدم العمدة وحواشيه، ادي اللي بناخده من البلد. هيجي يوم ويكون في حساب لكل واحد ظالم يا ابوي. يلا يا ولدي، تعالى كلك لقمة رم بيها عظمك. انت بتشقى طول النهار في دوار العمدة. ماليش نفس للوكل يا ابوي، كل انت. يا ابوي يا ابوي، ايه اللي جابك الغير؟ ما قلت لك اقعد في البيت، ايه اللي جابك؟ زهقت يا ولد، زهقت من قعدة البيت. ببعت له الشيخ عرفة عايز وانا. حاضر يا ابوي. قول لي يا عربي يا ولدي، العمدة بيديك يومية حلوة زي بقية خلق الله ولا لسه عمل عين والنظر؟ شيخ البلد هو اللي كل كام يوم يديني قرشين كده. ايه اشمعنى يعني؟ بروح اخر النهار بشتغل عنده، بلم الغله واحملها على العربيه الكرب. لو كنت بصحتي زي زمان ما كنتش خليتك خدمت عند حد. الشغل مش عيب يا ابوي، انا كل اللي عايزه يبقى معايا قرشين من كد ومن عرق زي الناس. كبير يا ولدي كبير، طول عمرك سابق زمانك وطالع لابوك. يجي يشوف ابويا اللي خلفني، ابويا اللي رباني. بقيت راجل يا عربي يا ولدي، ملو هدومك وعقلك سابق سنك. محدش كان حنين عليا قدك يا ابوي، الله يبارك لك. خدتني وربيتني وانا حته لحمه حمراء بعد ما كانت اهل البلد كلهم متبريين مني. انت عوض يا ابني وصبري. لو اعرف مين ابويا وامي واهلي. ما انا ابوك واهلك، ولا ما ينفعش اكون ابوك يا عبيط. يا ابوي، مش قادر اجيم عيني في الناس وانا في نظرهم ابن حرام. يا واد ما تقولش كده، ده انت مخك يوزن بلد. كيف بتوع المدارس كمان؟ مدارس؟ انا اللي زي ما لهمش مدارس يا ابوي، ولا اسم ولا حتى شهاده ميلاد. ايه يا ترى الايام شايله لك ايه يا ولدي؟ شايله مرار طافح للغلبان اللي زي حالاتي. يا حلمي هم شويه، خلينا نروح العزبه. حاضر يا ريس بدري. نهارك خير يا ريس بدري. اهلا يا اخوي، مش باين من وراك خير. رايح العزبه مش كده؟ رايح في داهيه، عايز ايه انت؟ رايح معاك، ورايا مشوار هناك. وغير على العزبه ليه وسايب كفر الجمال؟ رايح ادور على بيت. ايه هتشتريه اياه؟ امال هتأجره. فكرتك رايح فرح الواد شوقي صاحبك. لا ما عزمنيش، وانا عمري ما هروح فرح واحد ما عزمنيش. كنت رحت كلت لك حته لحمه بدل التناكه دي مش تناكه يا ريس بدري، دي عزة نفس. عزة ايه؟ ده انت ابن حرام مصفي يا عربي. شايل هم الدنيا كلها على راسك، شيل على قدك. نفسي اشتري بيت في البلد دي يا ابوي. تشتري بيت مرة واحدة ومعاك حقه؟ يعني معايا قرشين كده والباقي على مهلي. تبيع؟ سألت ولا شفت حد؟ محدش راضي يبيع لي طوبة في البلد دي، ولا حتى ربع قراط ابني فيه بيت على قدي. انا مش عارف الخلق دي عاملة معايا كده ليه، بيبيعوا ويشتروا من بعضيهم وعاملين انا الغريب اللي في وسطهم. اهدى يا ولد امال. انا مش عارف البلد دي عايزة مني يا ابوي. شوقي صاحبي عزمنا على الغدا عنده في البيت، واصحابه بتوع البندر اتريقوا عليا وعملوني خدامهم. ده طول عمره واد خسيس. حلم عمري يا ابوي اشتري بيت في البلد دي لحالي. محدش هيبيع لك سهم واحد يا ابني في البلد دي. وبعدين انت عاجبك ليه؟ ما هو بيتي بيتك. انا وانت خدمنا البلد كلها، من حقنا نعيش زي الناس يا ابوي. هفضل طول عمري كده في الطل، لا اصل ولا فصل، متلطم مفيش بيت يلمني. ده عشتيه المجندلة دي، والله لولاك يا ابوي ما كنتش قعدت دقيقة واحدة في البلد دي. طول بالك يا ولدي، ربنا عنده كتير. ما قدرش اتحمل يا ابوي، بلاد الله واسعة، بس اعمل ايه انا؟ ايه ذنبي في الدنيا دي عشان يحصل لي كل ده؟ لو خلق ظلمة وقلوبهم قاسية وسودة، اوعاك تنتظر منهم خير يا ولدي. بس انا هعلم الناس والبلد دي كلها الادب يا ابوي. النار هتحرقك يا ولدي كده، فكر بالعقل يا ولدي هتكسب. لا يا ابوي، عشان تبقى فاهم
انا هيجي عليا في يوم هكون سيد البلد دي كلها بدماغي وبدراعي، واللي هيجي عليا تاني هشرب من دمه وارمي عظمه للكلاب. واه الجامة قامت ولا ايه؟ النار قادت فيا ومش هتطفى لما اعلم كل واحد في البلد ده الادب. مالك يا ولدي؟ ايه اللي حصل؟ انا ماليش ذنب ان ما طلعليش اب ولا ام. ايه اللي جرى يا ولدي؟ بقيت ملطشه للكل طول عمري ليه؟ كل واحد داس على كرامتي هقتله، اطخه في قلب الاسود اللي ما فيهوش رحمه. اهدى، هتعمل ايه يا ولدي؟ انت حصل في عقلك حاجه؟ ايوه خلاص من النهارده هيشوف الوش التاني. اهدى، استنى يا ولدي، ما تضيعش روحك قبل ما تقتل ولا تفكر انك تقتل. هيقتلوك، عايز تهمني وتروح مني وبعديها تكوب نارك، مش هتفوق الا لما يبندقوك يا ولدي. حتى لو التمن ده عمري مش هسكت الا لما اوقف الناس ده عند حدها وظلمها وقسوة قلبها عليا. اعقل يا ولدي، دموعك غالية عليا والنار اللي جواك مسير هتبقى رماد. حياتي بقت زي عدمها، زي الحي الميت، يبقى موت احسن. حياتك غالية قوي عليا يا ولدي. اسمع يا ابوي، انا عايزك تروح النهارده تسهر على قهوة هريدي لحد الفجر وما تروحش منها واصل مهما كان السبب. الشر اللي في عينيك مش مخليني فاهم حاجة، بس ابوس على يدك ما تودرش نفسك لو بتحبني. ما تخافش يا ابوي، انا هعلم كل واحد في البلد ده الادب. انت عايز تضيع روحك وتسيبني يا ولدي؟ انا خايف عليك. قلت لك ما تخافش، عمر الشق باقي يا ابو قلب خواف. انت خواف؟ انا عمر ما قلبي عرف الخوف قبلك، لكن دلوقتي بقيت بخاف عليك من اهل البلد الوحشين يا ولدي. من هنا ورايح ما تخافش عليا، عايزهم مرة واحدة يدوقوا الخوف على يدي. خليهم يتفرج على نارهم وهي بتشعلل وانا نار بتطفى. خلاص هم مش ما يقولوا ابن حرام، انا هخليهم يشوفوا ابن الحرام ده هيعمل فيهم ايه. لا يا عربي، انت ابن حلال مش ابن حرام زي ما انت فاكر. اقول لك على السر اللي شاله بدوي الغفير في قلبه من زمان. سر ايه؟ في ايه يا شيخ عرفه؟ جي الوقت اللي لازم تعرف اهلك واصلك فين يا عربي. في ايه يا شيخ عرفه؟ الغفير بدوي في اخر ايامه تعب بمرض كبير، قال على السر اللي كان مخبيه من زمان. انا مش فاهم حاجه يا شيخ عرفه. زمان لما العمده بعت الغفير بدوي لسعد يجيبه في الدوار، بدوي عرف من سعد الله يرحمه من هي امه، وقال على اسمها الله يرحمها. سعد ولدي، فهمني ازاي؟ مين هي امه ومين هو ابويا يا شيخ عرفه؟ قول لي. امك عدلات بنت الكبيره واتجوزت خليفه المنسي بشرع ربنا. امك رمتك علشان اهلها ما رضوش يجوزوها لابوك. انت اما تقول ايه؟ امك اتجوزت ابوك في الحلال بشرع ربنا وطفشوا من البلد، بس ابوك مات قبل ما انت تتولد. انا مش مصدق اللي ما اسمعه ده. امك راحت لاهل ابوك لكن نقروها وطردوها واستعروا منها. امك شافت الذل والهوان واللوم من اهلها لحد ما ماتت. ايه اللي لما تقول ده يا شيخ عرفه؟ صدقني يا ولدي، دي هي دي الحقيقه واللي لسه عارفها من قريب. جاي تقول لي بعديها بعد ما دقت الذل والعار والمرار؟ جاي تقول لي بعديها بعد ما قلبي مات؟ بعد ما بقيت غريب بين الناس وبين اهلي؟ صدقني لسه عارف يا ولدي. يا ريتك ما قلت لي يا اخي. ليه قلت لي؟ هو انا ذنبي ايه؟ ليه قلت لي يا اخي؟ ليه قلت لي؟ ليه يا دنيا ما عادش فيكي امان؟ ليه يا دنيا ما عادش فيكي امان؟ جاي لك يا عمده اللي جوحتني، وانت يا بدري اللي زليتني. جاي لك يا بدوي اللي شفت الحق وما اتكلمتش.
ونتقابل في جهنم سوا يا عمدة، وترجع على بدوي الكلب. يا خراب البيوت، ايه اللي عمل فيك كده يا عمده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ الحق بدوك يا صالح، الحق بدوك يا صالح العربي. انت لازم تموت يا بدوي، عينك شفت الحق ولسانك ما نطقش بيه يا بدوي. ابوش 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 ابوش، قوم يا ابوش، ابوش ابوش، قوم يا ابوش. ماشي يا عرب الكلب. وده حقك رجع يا عربي، من النهارده ما بقيتش يتيم ولا ولد حرام، وديني خدت حق يا بلد من كل اللي بيكرهوني من غير ما حد يعرف. خدت حقك يا عربي، خدت حقك من غير ما حد يشوفك ولا يعرفك. انا اللي عرفت يا عربي، والمكان اللي جيوك فيه هدفنك فيه، وادي طار ابوي. ومات عربي في الحتة اللي لقيوه فيها، ومحدش عارف مين اللي قتله.